بالنسبة لقول رب اغفر لي بين السجدتين سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان يلتزم الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالثابت كما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وثبت عنه أيضا أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني وعافني واجبرني واهدني وارزقني. هذه 7 ألفاظ، 7 ألفاظ، فلذلك الإنسان يلتزم هذا. لكن لما تأتي وتقول اللهم اغفر لي ولوالدي، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان يلتزم الذكر المقيد. طيب، أيهما أفضل، أن تقول اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين ولا في السجود؟ لا، في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السجود، قال ادعوا في السجود، ما قيد لنا دعاء معين. لكن بين السجدتين لا، في دعاء مقيد معين مخصص مكيف، هذا تلتزم. بارك الله فيك، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني.